أهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض طريقة كده حلوة قوي للسجق. معايا طاسة تيفال، ولو عندك ألمونيا عادي هتنفع برضه. هحط فيها أقل من ربع كوباية زيت. مش هنكتر زيت قوي لأن السجق بتاعك بيبقى فيه دهون. أي سجق في الدنيا بلدي أو أي حاجة تاني بيبقى فيه دهون، لازم يبقى فيه دهون. هدي التشويحة بقى للسجق كده مع الزيت. دي تحميرة، يعني بص اشوحه كده مع الزيت. اهم حاجة يا جماعة من طريقة عمل السجق اختيار السجق نفسه. يعني لو انت جايب السجق بتاعك من مكان مضمون وبيديكي طعم حلو وكل حاجة فيه مظبوطة، انت الطريقة اللي هتعمليها حتى لو حمرتيه كده من غير اي حاجة السجق بتاعك هيطلع حلو قوي. خلاص، قطعت بقى بصل جوانح كده صغيرة، وفلفل اخضر وفلفل احمر وفلفل اصفر، ومعاه طماطمايه. لو عندك معلقه صلصه ماشي. طبعا بعد ما حطيت الزيت وحطيت السجق حطيت عليهم البصل. هشوح بقى السجق مع البصل. زي ما انتوا شايفين كده شوحه كده واديله تقليبه. وهحط بس معلقه صغيره من الفلفل الاسود، لان كده كده السجق بتاعي عليه بهارات وعليه كل حاجه. خلاص، نزلت بقى بعد ما البصل بتاعي اتشوح بالفلفل، الفلفل الاخضر والفلفل الالوان. طبعا لو انت حابه تحطي فلفل حار مفيش مشكله. عايزاه بارد عشان اولادك برضو كله تمام شغال. هقلب بقى كده ولحد ما يستوي خالص. معايا معلقه توم صغيره هاشوّح بيها برضه السجق بتاعي. عايزة أقول لِك كل إضافة بتضيفيها للوصفة بتاعتِك بتدّيكِ طعم حلو جدًا. البصل والثوم والفلفل، لو أنتِ ما عندكيش ألوان عادي برضه شغال فلفل أخضر. جرّبي كده ويعني ما تقوليش ما عنديش فأنا مش هاعمل. لأ، الوصفة ديّة حلوة جدًا. بُصّوا، عايزة تعرفي إن السجق بتاعِك استوى، بُصّي باقطعه بالمعلقة كده بالاقيه اتقطع معايا يبقى كده هو استوى. ما اتقطعش يبقى هو لسه إيه، أسيبه شوية على النار. كده أنا لقيته لسه جامد معايا شوية، فسِبته على النار ياخد إيه، غلوتين. كده خلاص، هو تقريبًا كده استوى. هو ما بياخدش أصلًا سِوى على فكرة، لإن هو أصلًا عبارة عن لحمة مفرومة، فما بياخدش سِوى. خلاص كده، اعمليه بحاله. أنتم شايفين أنا عاملاه بحاله لسه ما قطعتوش. عايزة أقول لِك إنِك لو قطعتِ السجق قبل ما تحطيه في الطاسة هيبقى عبارة عن لحمة مفرومة في الطاسة، مش هيديكِ شكل السجق خالص. فما تقطعيهوش غير لما يستوي خالص خالص، يكون استوى وكله تمام وقربتِ تنزليه قطعيه بقى. هنقطعه بقى بإيه، بالمقص. طبعًا سخن جدًا فأنا مش هاعرف أمسكه، فهامسكه بقى بالمقص كده عشان أعرف أتحكم فيه، يكون المقص بتاعِك حامي. هاقطّعه كده زي عقلة الصباع، مش هاكبّر عن كده، على قد اللقمة مثلًا، أو لو هتحطيه على المكرونة هيبقى شغّال برضه. ما تبهّرهوش أوي، زي ما قُلت لِك أهم من طريقة عمل السجق اختيار السجق نَفْسه، بيبقى من مكان مضمون ومكان كويس أنتِ واثقة فيه. خلاص كده بعد بقى إيه، ضِفت الطماطماية بتاعتي. عندِك معلقة صلصة ممكن تحطيها برضه حلوة. خلاص كده السجق بتاعي استوى. أهوّة بقى بالطريقة ديّة. عايزة أقول لكم كان طعمه حلو جدًا. السجق نفسه يا جماعة طعمه حلو. خلاص، فجرّبيه بالطريقة دي إن شاء الله هيعجبِك. طبعًا بُصّوا، أنا حطيت شوية زيت مش كتير، وبرضه في دهون في الطبق. دي بقى لمّا بتبرد بتبقى باللون ده. وكنت عاملة جنبه مكرونة وبطاطس محمّرة. طبعًا السجق لوحده مش هينفع، والمكرونة لوحدها مش بتشبّع، فعملتها جنب السجق وعملت طبق بطاطس محمّرة. كانت وجبة حلوة ومُشبعة وكمان خفيفة علشان الصيف. فجرّبي بقى. أنا عملت المكرونة دي في فيديو لوحدها، شوفي الطريقة للي ما بيعرفش يعمله. ومع السلامة، أشوفكم في فيديو جديد.